السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال، يا ترى ايه الأهم، فرشة الأسنان ولا المعجون؟ خلينا نقول عندنا الفرشة أهم بكتير جدا 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 من المعجون. لو كنت بتستخدم أفضل معجون سنان في العالم ولكن الفرشة اللي أنت بتستخدمها مش فرشة كويسة، مش هناخد النتيجة المطلوبة من غسيلك الأسنان. علشان كده اهتم دايما 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 بأن أنت تختار فرشة كويسة أكتر من اهتمامك بأن أنت تختار معجون كويس. طب ليه؟ لأن الفرشة هي المسؤولة عن العملية الميكانيكية اللي بتحصل على أسنانك. طول ما أنت بتستخدم فرشة كويسة بطريقة صح، وهنشرح إزاي تغسل أسنانك بطريقة صح في فيديوهات تانية إن شاء الله. المعجون دايما أهميته في إنه حاجة إضافية، يعني فايدة إضافية، مش الفايدة الأهم أو مش الميزة الأهم. الميزة الأهم دايما في غسيلك لأسنانك بترجع للفرشة مش بترجع للمعجون، لأنه دايما زي ما قلنا إن الفرشة هي المسؤولة عن العمليه الميكانيكيه اللي بتحصل على اسنانك وعلى تفريش اسنانك. تمام؟ فاهتم بشكل كبير جدا ان انت يكون عندك فرشه كويسه اكتر من اهتمامك بان انت يكون عندك معجون كويس. بس كان معكم دكتور حسام، اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.